وماذا أفعل إن سقطت مرة أخرى؟ أشعر بشيء غريب، كأنني خرجت من ظلام كان يغلفني منذ سنوات. هذه هي أول لمعة نور. حين يلمس قلبك الصدق ترى الدنيا كلها بشكل آخر. لكنني خائف، أشعر أنني ضعيف وأنني قد أعود كما كنت. طبيعي أن تخاف يا بني. الشيطان لا يفرح عندما يرى قلبا يعود فيهمس إليه باليأس. وماذا أفعل إن سقطت مرة أخرى؟ أنا بشر وأخطائي كثيرة. السقوط لا يهم، المهم أن تنهض من جديد. الله لا يريدك بلا ذنب، بل يريدك بقلب يتوب كلما أخطأ. كنت أظن أن التوبة لحظة، لكنها طريق. نعم، هي طريق طويلة، لكن كل خطوة فيه تقربك إلى الله، وكل دمعة وكل دعاء وكل نية صادقة تكتب عند الله. أنا لا أريد أن أعود كما كنت، لا أريد أن أخسر هذا النور. إذن تمسك به، صاحب من يذكرك بالله، ابتعد عن من يسرق منك قلبك، وأكثر من الدعاء. هل سأراك مرة أخرى؟ ستجدني هناك دائما بين الأذان والتسبيح والدعاء، وإن لم تجدني فادع لي كما سأدعو لك أيضا. جزاك الله عني خيرا، لولاك ربما كنت في مكان آخر الآن، مكان مظلم. أنا كنت سببا، لكن الهداية من الله، هو الذي ناداك وأنت سمعت النداء. الحمد لله الذي لم يتركني وحدي.